وتحطيه في الفريزر، ما تحطهوش في التلاجة، حطيه في الفريزر وقبل ما تستخدميه طلعيه. هو بيفك على طول، هتاخدي منه الكمية اللي انت عايزاها وبعد كده تدخليه الفريزر تاني. او ممكن تحطيه يعني العلبة اللي انت هتستخدميها تحطيها في الحافظة بتاعة الفريزر، ما تبقاش يعني في التلاجة من تحت وكده. وما تسيبيهوش طبعا بره التلاجة فترة طويلة، لان طبعا انت عارفة الحاجات دي ما بتبقاش ليها روح، وبالذات في الصيف بتبوظ بسرعة. فيفضل يبقى في قلب الفريزر كده في مكان قريب، وكل ما تعوزي تاخدي منه اللي انت عايزاه وتدخليه الفريزر تاني. هنا بقى طبعا خدت كمية الفلفل التانية، وهعمل زي ما عملت المرة الأولانية بالظبط. هحط الفلفل على شوية توم، وبعد كده هحط معاهم معلقة الكزبرة، وأهم شيء طبعا معلقة السكر عشان دي اللي بتحفظه. هنا بقى طبعا أنا حطيت حبة خل أقل من اللي حطيتهم المرة اللي فاتت، علشان ما عملتش حساب إن الفلفل ممكن ينزل مية.